إلغاء الودية الثالثة للمنتخب العراقي مع المنتخب الكوستاريكي، فما هو سبب الإلغاء؟ وماذا قال الاتحاد الكوستاريكي من جانبه حول سبب هذا الإلغاء؟ يعني ما هو القول العراقي وما هو القول الكوستاريكي حول سبب الإلغاء؟ ورئيس الاتحاد الكوستاريكي يصرح حول هذه الحادثة، فماذا قال رئيس الاتحاد الكوستاريكي بتصريحاته؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اهلا وسهلا بكم مقطع جديد. لا تنسون تحطون لايك الفيديو وسبسكرايب القناة وتفعلون زر الجرس مشان توصلكم اخبار الكرة العراقية اول باول، ويلا نستمتع بالمقطع. تم الإلغاء بشكل رسمي للودية الثالثة للمنتخب العراقي المقررة مع المنتخب الكوستاريكي والمتأهل إلى مونديال كأس العالم 2022. طبعا السبب هو عدم قبول الجانب الكوستاريكي وضع الختم العراقي للدخول إلى العراق لأسباب هو تذرع بها وراح نقولها هسه بعد شوي إن شاء الله. طبعا هذا قول الجانب العراقي حول الإلغاء، إنه الاتحاد الكوستاريكي توصل إلى الحدود العراقية، قال نحن ما بدنا نختم الجوازات، نحن ما بدنا نحط ختم الدخول. طبعا والعراق رفض، وطبعا ما يصير انه ما يرفض احتراما لهيبة العراق واحتراما للعراقيين. لكن خلينا نشوف ماذا قال الاتحاد الكوستاريكي حول الغاء هاي المباراة. قال الاتحاد الكوستاريكي بتصريح له بعد الالغاء مباشرة: منتخب كوستاريكا قرر الغاء مباراته الودية مع العراق استعدادا لمونديال قطر بسبب خرق الاتفاق المسبق بين اتحاد الكرة في البلدين. يعني متفقين اتحاد الكرة العراقي واتحاد الكرة الكوستاريكي انه ما راح نختم، هم هيك قام يقولون، بسبب خرق الاتفاق المسبق بين اتحاد الكرة في البلدين بدخول وفد كوستاريكا الى العراق بدون ختم جوازات السفر. هذا قول الاتحاد الكوستاريكي، انه نحن متفقين يا جماعة من قبل انه اذا فتنا على العراق ما راح نختم، وانتم قبلانين بهذا الشيء. طبعا لسه لحد هاي اللحظة ولا جهة رياضية عراقية صرحت انه نعم في اتفاق مسبق او لا ما باتفاق مسبق. لحد الان سكوت صمت، ما صرحوا بولا شيء. وطبعا انا من وجهة نظري لازم يطلع الاتحاد العراقي لكرة القدم يقول لهم كلامكم صح او كلامكم غلط، عشان ما تظل العالم تايهة. الحق على مين؟ الحق على الاتحاد العراقي ولا الحق على المنتخب الكوستاريكي؟ هو تعجرف وقال والله نحن بدنا نفوت على العراق وما راح نحط الختم لانه يسبب لنا مشاكل ومن هاي السوالف. لازم يطلع الاتحاد العراقي يوضح. اما خبرنا الثاني واللي هو حول ايضا الودية الملغاة مع كوستاريكا، حيث صرح رئيس الاتحاد الكوستاريكي تصريحات حول هذه القضية. قال بها: قررنا رفض الدخول الى البصرة لان جوازات سفرنا كانت ستختم بالختم العراقي، الامر الذي سيؤثر علينا في رحلاتنا الاخرى. لدينا عقد موقع مع شركة وفينا بالتزاماتنا، لكنهم فشلوا في الامتثال للشرط الذي تم تحديده منذ اليوم الاول. هو هيش قام يقول انه نحن متفقين من قبل. خلينا نتابع التصريحات ونشوف شكون يقول. أنا و66 شخص عبرنا الحدود الكويتية، لكن لم يكن أحدا يشعر بالراحة خاصة بعد أن وصلنا إلى الحدود العراقية. ليش بعد أمك؟ وضح. أخبرنا المدرب أنه يريد العودة ولا يريد خوض المباراة بعد الشكوك بانعدام الأمن وانعدام الثقة، وحتى اللاعبين طلبوا العودة. ولدينا بريد إلكتروني يؤكد فيه متعهد المباراة ريكاردو أنه لن يكون لدينا أي مشكلة في الختم، لكن كان مختلفا عما وجدناه هناك. هذه أشياء خارجة عن سيطرتنا. وهون أنا قلت لازم اتحاد الكرة العراقي يطلع ويوضح. ما يصير بس هم يتكلمون إنه نحن كنا متفقين والاتحاد ساكت. لازم يطلع يوضح، يقول إنه إيه نحن كنا متفقين أو لا نحن ما كنا متفقين، مشان نعرف الحق على مين، مشان نعرف التقصير من مين. خلينا نتابع التصريحات. آخر شيء قال إنه كنا معا حتى النهاية، حيث قرر الجميع العودة بما فيهم المدرب، وهذا دليل على وحدتنا. يعني سوالف فاضية. المهم هاي كانت تصريحات رئيس الاتحاد الكوستاريكي، لكن لازم الآن الاتحاد العراقي يطلع فورا وبدون ما ينتظر ولا لحظة ويوضح إنه يا جماعة نحن كنا متفقين، أو يا جماعة نحن ما كنا متفقين ترى. وهم اللي تكبروا وتعجرفوا، او انه طلعوا لنا بسوالف تا وصلوا على الحدود العراقيه مشان ما يلعبون معانا، لانه ممكن وبقوه انه مشان ما يلعبون مع المنتخب العراقي، خايفين من الاصابات او خايفين من اي شيء ثاني، يطلعون بهاي السوالف ويتحججون بها. على كل هذا كان فيديو اليوم، اكتب لي برايك بالتعليقات، لا تنسون اللايك والسبسكرايب. اتمنى تكونوا استفدتم واستمتعتم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.